بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. ومن خلال أحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم. المغرب اليوم بألوانه التقليدية المعروفة يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى أمام نايف كيرد، يومين سايس، أشرف حكيمي في الجهات اليمنى. الأمور الحاضرة قبل بداية المباراة فيها الساندة أمامية من بيدري الآن أولمو بطولة كأس العالم. كرة بمحاولة الآن يبحث عن التقدم ماركوس يورين. الكرة والمحاولة الماضية تعود في كأس العالم على حساب المنتخب المغربي، والمباراة تصل الآن بمحاولة عن طريق سفيان، محاولة تصل إلى سفيان يبحث عن المرور والتقدم، صافرة وخطأ خطأ 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 يأتي بقرار من فرناندو راباليني، قرار يأتي من فرناندو راباليني. السلام يا سلام يا سلام، كان مكلف جدا مكلف جدا. شوف الكرة والمحاولة الماضية، التغطية كانت حاضرة بشكل مباشر جدا من حكيمي لعبوه، أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى، لكن كرة على في بطولة كأس العالم. كان هو محتارا في من يلعب بقلب الدفاع. تأتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى هنا سيمون. كأس العالم كرة فيها مرور من سفيان في المواجهة في قلب الدفاع، واخر بوفال. هذا يا سلام يا سلام يا سلام، بوفال عرضية داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة، عرضية داخل منطقة، يبحث عن التقدم والمرور، يبحث عن عرضية، يلعب الكرة العرضية لكن فقط، ويتواجد في المونديال. كرة بمحاولة لكن ايضا تغطية بلاده، وبالمناسبة هدفين فقط. كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الاسباني وتسديدة من ماركو اسينسيو، لكن الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب. كرة بوفون عرضية داخل منطقة إلى رومين سايس أمامية، لكن أتمنى بأن تكون النتيجة أفضل. كرة بمحاولة خطيرة خطيرة خطيرة، أوه. لا 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 لا، راية موجودة، راية موجودة، راية موجودة، والتسلل، لكن محاولة خطيرة جدا. وأعود وأكرر وأقول منتخبين، كرة تعود في الجانب المقابل، طالت على ماركو، العرب بالعرب كل العرب. فيران توريس عرضية داخل منطقة إلى فيران توريس، تخلصت، عودت لمصلحة المنتخب المغربي، تسديده حلوة من نصير، حلوة من اليمنى. البحث عن الكرة العرضية للمنتخب الإسباني، البحث عن إذا انتهى شوط المباراة الأول سلبيا، بينما هذه هي جماهير الأسود، والأسود التي تزهر في المدرج. وصلت إلى سفيان لا 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 لا، يا الله يا الأولى في الدور. راسية يا يوسف، راسية يا يوسف، راسية، ضاعت مستمرة وقائمة، عرضية خطيرة، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من امام الجميع وتحولت الى خان. الحذر من توريس، الحذر من الاسباني، لا في الجهه اليسرى، عرضيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء، لكن ايضا نهايه احداث شوط المباراه الاول بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. نلتقي بحول الله مع بدايه الشوط الثاني بالصوت والصوره. الان اعود اولمو لمصلحه المنتخب الاسباني، معرفه الاوضاع في شوط المباراه الثاني على نسبه السيطره والاستحواذ
اسبانيا كانت افضل من المغرب. يلعب جوردي ألبا المحاولة، لكن ايضا بكل تأكيد بتأهل المنتخب المغربي الى الدور القادم، وتنزل المحاولة بعد ذلك عن طريق املاح ينجح في ذلك، يمر الكرة الى المقدمة، لكن فيران توريس الان، لكن مكان المناسب، تعود الان خطيرة. ده جيد، اضطر الى ان يغادر منتخب اسبانيا بسبب بعض الظروف الخاصة والتي ادت الى ان بالوانه الاحتياطية لون الاحمر عن طريق من داني اولمو، تسديدة تأتي، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة الاساسي، بينما في الجانب المقابل ايضا المنتخب المغربي بالوانه الاساسيه بالنسبه لاسود الاطلس، الاحمر والاخضر هي الوان منتخبي الماضيه. وصلت الى سفيان، هذه فيها تسلل، نعم يوسف نصيري متسللا، الرجل يلعبون في تشكيل خارجي اسبانيا. الان يوسف، هذا نصير يسقط في ارضيه الميدان. داني اولمو المباراة السابعة. شوف جمهور المغرب في المدرج، كرة بمحاولة في الجهة اليسرى برصيد 3 أهداف، كرة بمحاولة عرضية بعدت في التوقيت. جوردي ألبا أمامير لاتجاه اللاعب داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة لكن طالت مستمرة، خطيرة جدا. ياسين بون أحداث هذه المواجهة، الزلزول الذي سجل في شباك كوستاريكا أيضا يأخذ خطيرة، وصلت إلى الفارو موراتا. يا سلام الماضية في 2018 وانت للاعب السوري تغطية والعودة الدفاعية مغربية بأن لا تستمر، نتمنى بأن لا تستمر. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود عاد للكرة، المحاولة في الجانب المقابل فيها حضور مثالي جدا. اليمنى البحث عن العرضية، بيدري أمامية، لكن أيضا أشرف حكيمي إلى لويس إنريكي. أشرف حكيمي، سلامات صافرة موجودة وخطأ وبطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء تظهر الزلزولي من أجل تقديم الإضافة في الجهة اليمنى، لكن إلى جوردي ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا أمر أيضا ليس بالغريب في بطولة. بكرة محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. وبعد ذلك إلى أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء الكندي، كرة عرضية خطيرة جدا، لكن أبعدت إلى خارج أرضية، عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شديرة، واحدة مرتدة يا موروكو، أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع. شوف المدرج ماسك عود في وسط مدرجات الملعب المنتخب المغربي. سلامات لنايف كيرت، يدخل ويسقط في أرضية الملعب، ويبدو بأن يعني الركراكي سيكون مضطرا إلى إجراء تبديل. واحد على أولمو، راية وتسلل، عن الانطلاقة والمرور، سريع، لكن في التوقيت ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية طالت إلى خارج أرضية الملعب، راسية كانت عن طريق أوناحي، مر يا أوناحي، بالإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. بونو، الله عليك يا بونو، بحول الله. أوناي سيمون، راسية ابعدها وبعدت إلى خارج أرضية الميدان. أمامية ملعوبة الآن، كرة حكيم، راسية لا زالت مستمرة وقائمة، خطيرة جدا، ملعوبة الكرة، لكن صافرة موجودة وخطأ. انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت بدل الضائع، وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي. وراموس وبوسكيتس هي أكثر الأسماء التي لعبت الآن. حكيم زياش يلعبها أمامية، لكن يلعب الكرة أمامية لا وجود فيها للتسلل، محاولة تسلل الآن، التقدم يأتي. وليد شديرة. إسبانيا لا تمتلك، غادر المنتخب المغربي على الصمود، عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب. أمامية بطولة كأس العالم، كرة بمحاولة ملعوبة الآن، أنسو فاتي وبعدت الكرة بمحاولة والأمامية الآن من رودري،
بونو يجب ان يكون التفاهم موجود ما بين بونو وموراتا. خطيره من موراتا، خطيره من موراتا. كرة بتسديده من هذه مستمره وقائمه، خطيره تسديده تاخير التصدي بعيده ملعوبه الركنيه داخل المنطقه. ياسين في التوقيت المناسب، لا زالت مستمره وقائمه تسديده بعيده الى خارج ارضيه الملعب. حاولت مرور الان مثاليه جدا لمصلحه المنتخب المغربي، وصل الجول. لا زالت مستمره وقائمه تسديده بعيده الى خارج ارضيه ديني. كره بعد ذلك بابعاد من حكيم الى خارج ملعوبه الان، لكن راسيه تصل ربع ساعه من اجل الصمود يا مغرب. المنتخب المغربي 5 تبديلات، تم استنفاذ التبديلات الخمسه بالكامل، وبالتالي هنا يسقط رومين سايس في ارضيه الميدان. هنا اصابه يبدو يصيب بشد، نعم شد على رومين سايس. يشير بالاستمراريه، لا وجود الخطا، لكن الكره ملعوبه اماميه طالت على انسو فاتي، وصلت الى روح يا وليد، روح يا وليد، يا الله يا وليد، يا الله يا وليد. خطيره خطيره خطيره، لكن ايضا ويكمل المباراه الى نهايته. شير الله يا سفيان، الله يا سفيان، عربيا وحتى اوروبيا. كره محاوله ملعوبه لكن الى خارج ارضيه الميدان، وصلت الى ركله. روبي الارجنتيني سجل في شباك منتخب بلاده. كره خليها يا زلزولي. كره محاوله ملعوبه داخل منطقه الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب. اسبانيه الان خطيره عن طريق الفارو موراتا. طالت كره الفارو موراتا للمنتخب الاسباني ملعوبه بالترجيح. كره محاوله خطيره مديد، المحاوله عرضيه داخل المنطقه والراسيه ملعوبه خطيره. مرت ولله الحمد، مرت ولله. 20 سنة في قائمة المنتخب. الكرة نعم ينتهي، والوقت بدل الضائع ينتهي، والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح، إلى بونو وأوناي سيمون، إلى بونو وأوناي سيمون. المغرب من أجل صناعة التاريخ يبحث الآن في هذا اللقاء عن التأهل للمرحلة القادمة، وهو من سيبدأ التسديد أولا عن طريق صبيري. عبد المجيد صبيري هو من سيسدد الركلة الترجيحية الأولى، ويقولون غالبا من يبدأ التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة. لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون. عبد المجيد الله 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 الله. أول الأهداف في هذه المواجهة يأتي، هو من سيحاول التعديل من خلال إحداث الركلة الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب الإسباني في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين. ضاعت كرة بابلو سارابيا. زياش فريق العاصمة اللندنية أو الإنجليزية لندن. حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله. كارلوس سولير في مواجهة ياسين. سولير في مواجهة بونو. يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين. سولير الله 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 الله. ياسين يتصدى في أوناي. بدر بنون الثالثة، مفتاح التأهل. الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا. بدر بنون
يضيع الركلة الترجيحية الثالثة. عيدها يا زين، عيدها يا بونو، عيدها يا بونو، طلبتك انك تعيدها يا بونو. بونو بونو مستحيل 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 ياسين بونو يتصدى لركلة بوسكيتس التعليمية من المدينة التعليمية عن طريق أشرف حكيمي. أشرف حكيمي، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي، بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت، وصلت إلى الدور القادم لتواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري، وبالتالي تنتظر بعد نهاية هذا كذلك اللقاء الفائز 1000 مليون تريليون. مبروك لمنتخب المغرب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.